السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي الكرام. من منا لا يعرف أنه كان قوم من الأقوام السابقة أتوا بالمثلة الجنسية أو الشذوذ الجنسي قبل عصرنا الحالي، أهلكهم الله تعالى أشد العذاب لشدة ما أتوا به من فاحشة، كما جاء في القرآن الكريم قوم لوط أو أهل سدوم. لوط عليه السلام هو ابن أخي سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام. آمن به وهاجر معه إلى أرض الشام هربا من أذية قومه. ما قصة لوط مع قوم سدوم، وما عذاب الله لهم، وما الفاحشة التي أتوا بها ليعذبهم الله في الدنيا والآخرة. لوط وسيدنا إبراهيم عليهما السلام إلى أرض الشام، فبعث الله عز وجل سيدنا لوط إلى قرية سدوم وما يجاورها من القرى، يدعوهم إلى دين الله ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وترك الفواحش الذي لم يسبقهم لها أحد من بني آدم. إلا أن قوم سدوم لم يتركوا تلك المعاصي والمنكرات، بل زادوا حدة عليها ويتعدون حدود الله بإتيان الذكور شهوة دون النساء، ليكونوا أول من جاء من العالمين بالسدومية، وعبارة أخرى الميتة الجنسية. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. أي وبمعنى آخر، كيف تدارون النساء التي خلقهم الله لكم وفيهن المتعة المرافقة للشهوة والفطرة التي خلقكم الله عليها، وتأتون الرجال دبورا ليكونوا قد تعدوا حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لذلك بدأ سيدنا لوط من جديد ينهاهم عن المنكرات وتركهم للمحرمات، إلى أنهم لم يرتدعوا لأمره، بل واقتضى بهم الأمر إلى المطالبة برحيل لوط وأهله عن المدينة، لأن أهل تلك القرية العنيدة قوم سدوم لا يحبون المتطهرين. ولم يكتفوا بمطالبته بالرحيل فقط، بل استعجلوا العذاب والبلاء تأكيدا لكفرهم وتكذيبهم بما جاء به هذا النبي العظيم، كما قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ائتنا بعذاب ربك إن كنت من الصادقين. فلم يكن من سيدنا لوط عليه السلام إلا أن شكى أمره لله تعالى لتبدأ رحلة عذاب قوم لوط. أرسل الله ملكين بصورة شابين شديدي الجمال إلى سيدنا لوط دون معرفته بأنهم ملائكة. وقبل ذلك مروا على الخليل إبراهيم عليه السلام ليبشروه وامرأته سارة بإسحاق ويعقوب عليهما السلام، ليخبروه كذلك بمهمتهم التي كلفهم الله بها بمعاقبة قوم سدوم. وما كان من الخليل عليه السلام إلا أن حاول إبطاء العذاب، وذلك لأنه كان يرجو أن يأمنوا ويرجعوا إلى أمر الله تعالى. وبعد عدة محاولات باءت بالفشل، خشي سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام على لوط ومن معه من المؤمنين في تلك المدينة، فطمأناه وأخبراه بأنهم أعلموا بمن فيها. انطلق الملكان من عند الخليل إبراهيم قاصدين مدينة سدوم، فتوجها إلى لوط وطلبا منه أن يستضيفهما في بيته. ولم يكن من لوط إلا أن يستجيب لطلبهما، لأنه معروف بالجود وكرم الضيوف.
انطلق سيدنا لوط وضيوفه إلى بيته. في طريقه بدأ يلمح لهم أن أهل القرية قوم فاسق وسيئون بأفعالهم، لعلهم يغيرون وجهتهم إلى قرية أخرى لخوفه عليهم من أفعال وتصرفات القرية السدومية. إلا أن الملكين كانوا على علم بكبائر أهل القرية، فأصروا بالمبيت عند لوط. فانتظر لوط عليه السلام الظلام حتى أنزل ستاره، ثم انطلق بهم إلى بيته دون أن يراهم القوم. وصل سيدنا لوط إلى داره، فأخبر أهله بأمر الضيوف، وطلب من زوجته كتمان أمرهم لأنها كانت على دين قومها، فادعت أمامه بكتمان سره. وما هي إلا لحظات حتى جاء قومه يهرعون إليه يريدون ضيوفه بالفاحشة التي اعتادوا على فعلها. حاول لوط أن يحول بينهم وبين ضيوفه، بل وإنه عرض بناته عليهم شريطة أن يبتعدوا على ضيوفه، فرفضوا بناته وأجابوه بأنهم يريدون الشابين. اشتكى سيدنا لوط ضعف أمره إلى ربه وعصيان قومه، ليأتيهم الرد الإلهي سريعا وعلى لسان ضيوفه. أخبراه بأنهم ملائكة وأنهم مرسلون من عند الله لتنفيذ مهمتهم. وهنا بدأ العذاب. كانت هنا نذور العذاب بطمس أعين أهل القرية وإصابتهم بالعمى. أما لوط فأمرته الملائكة هو وأهله بالخروج من المدينة في الليل، وانطلق لوط وابنتيه خارجين من المدينة متوجهين إلى مدينة صوعر. وأما امرأة لوط فإنه أصيبت من العذاب ما أصاب قومها. ومع طلوع الصبح سمع لوط ومن معه صيحة مهولة تعلن نزول العذاب، وبدأت الحجارة تتساقط عليهم كما جاء في كتاب الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها بحجارة من سجيل منضود. لكن العذاب لم ينتهي هنا، بل أمر الله جبرائيل فرفع تلك القرية فجعل عاليها سافلها، فخسفت المدينة بمن فيها، فجعل الله مكانها بحرا ميتا لا ينتفع بمائها. أما المدينة الوحيدة التي نجت فكانت مدينة صوعر التي لجأ إليها لوطا وبناته، فظل يدعو إلى عبادة الله ويتعبد له حتى وافاه الأجل. وبهذا نكون قد وصلنا إلى النهاية. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا، والسلام عليكم.